الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ازيكم يا بنات؟ الاخبار؟ واخيرا بقى فيديو جديد بعد طول انتظار وجولة في شقتي بعد ترتيبها من جديد وازاي رجعتها شقة عروسة من تاني. ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش اللايك الحلو اللي زيك وكمان الاشتراك في القناة علشان يوصلك كل حاجة انا بنزلها اول باول. ويلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. مستنيين ايه؟ خليكم معايا. طبعا يا بنات كلنا بنمر بضغوط نفسية شبه يومية وبنقعد فترة طويلة قوي قوي عقبال ما نفوق ونخرج من الدايرة دي، وعقبال ما نرجع لنفسنا بتبقى خلاص خربت على الآخر وحياتنا اتشقلبت واتقلبت رأسا على عقب. وعلشان نيجي نرجعها للأسف الشديد بنبقى خسرنا كتير قوي قوي. والله خسرنا وقت وصحة وحرقة أعصاب، ده غير بقى نفسيتنا اللي زي الزفت وتأثر ولادنا بالأحوال بتاعتنا دي، وشغلنا اللي بنخسره كمان وبتأثر حتى لما بنسيب بيتنا ونروح نقعد شوية عند بيت أهلنا، وبتكوني طبعا شغلك في مكان وبيت أهلك في مكان، فبالتالي بتخسري شغلك. ما انت مش تفضلي بقى كل يوم رايحة جاية رايحة، هو مفيش أصلا ولا فلوس ولا طاقة ولا نفس انك تروحي وتيجي، فبتخسري شغلك في النهاية. وده غير كمان بيتك اللي كل حاجة فيه حرفيا بتتبهدل وتتكسر وتضيع كمان. وحطي تحت الضيع دي 100 خط وهنعرف ليه حطينا تحتها 100 خط. والناس اللي هي بتكون ساكنة في بيت عيلة هتعرف وتفهم وتحس ليه حطينا تحتها 100 خط. لكن بقى يا مرايا لو انتي متجوزة بره بيت العيلة، لا يا اختي اغضبي براحتك وحطي في بطنك بطيخة صيفي. لكن بقى لو جوه بيت العيلة فيعني الله يكون في العون. وخلي بالك من نفسك ومن حاجاتك وما تسيبيش بيتك مهما حصل، علشان هترجعي هتلاقي يعني اليابس والاخضر اتاخد واتاكل واتشال واتبهدل وضاع. ده الا بقى ما لقيتيش الشقة على البلاط الا من رحم ربي، مش كل البيوت سيئة للغاية. فربنا يعني يعفينا ويعفيكم قادر يا كريم. بس عارفين يا بنات الحاجات دي كلها لما بنمر بيها بتكون دليل على ايه؟ بيكون اكبر دليل على ان دوت ابتلاء واختبار من ربنا سبحانه وتعالى لينا. ويا ترى ويا هل ترى هنبقى قدها ولا ايه؟ هنصبر ونرضى ونتعلم ونقرب من ربنا اكتر واكتر علشان يخفف عننا ابتلاءه، ولا هنبغض وتسوء حالتنا اكتر واكتر ونبعد اكتر عن ربنا، وفي النهاية ربنا هيزيد ابتلاءه وغضبه علينا ومش هنخرج من الدايرة اللي احنا فيها. عاوزة اقول لكم يا بنات ان كل ابتلاء بيبقى محنة اكيد من عند ربنا، بس كل محنة بيبقى قصادها منحة كبيرة قوي قوي من ربنا لينا. وطبعا احنا برضو عارفين ان الصبر بيكون بعده جبر، بس الاهم ولازم والمغزى اننا فعلا نصبر ونرتضي ونحتسب الاجر عند ربنا ونقرب له علشان يرضى عننا ويعافينا ويرضينا ويجبرنا في النهاية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك علشان يوصلكم كل جديد. بحبكم في الله. سلام.